الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد. بنات اليوم فطورنا كباب هنة وسلت الباقلة وسلقتها وباذنجان تقلى ونقلي طماطة، وهنا نحضر وياكم الكباب. هنا ثرمة باذنجان صغيرة، ونبدي نقصص بالبصل بالمحضرة مال الطعام بنات للكباب. اثر ما ناعم ارجع لكم بنات. بنات هنا عندي كرفس وبتيتة وثوم وطماطة، والبصل جاي يثرم بيه والباذنجان. هسه كلنا حضرنا من محضرة الطعام وارجع لكم اراويكم شلون ثرمتهن. واللحم عندي جبته مثروم غسلته وخليته بالمصفي ينشف. هنا بنات كملت تحضير ثرم الكباب، وهسه اراويكم شلون اضيف له اللحم واضيف له البهارات واضيف له الملح وياكم والطحين. وهنا أنا قصصت الباذنجان، وهنا قصصت طماطة. هاي فطورة هنا القديم. هسه اراويكم يا بنات من اجهزه واكمل وراح نقلص وياه. يلا بنات هنا خليت البهارات وخليت الطحين وبديت اعجن بيه لين ما بقى شي على الفطور بعد ساعة. بنات لا تنسون اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس. اللي ما متابعتني يشوف مقطعنا جديد لين قناتنا جديدة خلي تتابعنا بنات، وشاركوا حبايبكم وصديقاتكم. وهنا جهز عندنا الكباب، وهسه من اقلي اراويكم شلون تقلى مالته وتطلع الكبابية مالها هنا القديمة كانت امي الله يرحمها تسوي. هنا بنات عندنا الباقلة استوت على الطباخ الليزري، استوت حاليا. هنا حبلش اقلي بعد وياكم. البنات بلشنا هنا حمل الدهن، نبلش نقلي الباذنجان. ناخذ وجبه من الباذنجان وارجع اقلي الكباب. هنا بنات نقلي الكباب نقلي. نتذكر قبل امهاتنا نتقلي الكباب بنات تعوف اثر الاصابع بيه، وطعمه شنو؟ طعمه يجنن. الله يرحم امهاتنا وامهات المسلمين اجمعين. بنات اللي ما تعرف فد شغله او طبخه اسألوا بالتعليقات وجربوا الطريقه اللي سويتها اني، وانطونا رايكم بالتعليقات. هنا قلينا الطماطة عقب ما خلصت الباذنجان وجاي قلي كباب. وهنا الطماطة صعدتها على النار بنات على الطباخ الحراري على الهيتر على ما تستوي، وراويكم السفرة كاملة. الطماطة هنا بناتكم تستوي، نخليها احنا شوية تلشع، حبة تلشع شوية لان انا كلش دقيتها. تعرفون احنا الطماطة العراقية لازم تلشع، نسميها طماطة اللاجحة. شوفوها شلون تطلع فقاعات بنات. هنا تحب هنا جاي تلشع شوية شوية. وهنا الطماطة العراقية كلش حلوة وطيبة. بنات لا تنسون اللايك والاشتراك شاركوا المقطع وشاركوا المقطع لأصدقائكم والمتابعة حبايبي انتم لا تنسون. هنا بنات كمل فطورنا وسيهمكم العافية. وهاي سفرة أهلنا القديمة. بنات لا تنسون اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس، واللي ما متابعني تابعني، وسيهمكم ألف عافية. بسم الله الرحمن الرحيم. بنات الحلا مالتنا هنا اليوم نسوي جلي بالفواكه. عندنا الموز موجود هنا، والتفاح الأحمر والتفاح الأصفر والأخضر، وعندنا الفراولة، وهنا العنب للزينة. هنا حضرنا الماعين هاي اللي نسوي بها الجلي. وهسه حنقطع الفواكه بنات ونخبط الجلي قدامكم. بنات هنا نقلب ظرفين من الجلي. هنا عندنا مي حار، ناخذ مقدار قلاصين لين على كل ظرف قلاص.
بنات نطرقه بالمطراقة. ما نخلي بيه شكر، نخلي كلش لمن يذوب. وهذا جلي عندنا بالكرز بنات، كلش طيب ويا الفواكه، جربوه بنات. اللي ما متابعتني خلي تتابعني، واللي ما مسويه لايك خلي تسوي لايك وفعل الجرس وشاركوا المقطع لا تنسون. الفراولة والموز والتفاح هنا لونين، الأخضر والأحمر، فرمته وكملت. وهسه وياكم ناخذ قسم من التفاح، خلي طبقة جوا كل الكاسات كلهن بالتساوي. وعندنا جلد هنا لين خبط تستوني بدا يصك. بنات هنا كمل الطبق مال الموز، وهنا صبيت به هنا جلي، وهنا بهذا اني اصب طبقة الجلي فوق الموز، بعد ورانا طبقة الفراولة. هنا وياكم نصفط الفراولة. هنا هاي الفراولة للتزيين بنات، جربوها وراح تحبوها بنات. وهذا رمضان يريد من عندكم حلويات تسوون. هنا نسوي الأطباق بيها بنات، بيهم يحبون الفراولة، وناس تحب بس الموز والتفاح بيها، واكو ناس تحب بيها بس الفراولة. وهنا كمل عندنا الحلا بنات، نزينها بالعنب. بنات هنا اللمسة الأخيرة نخلي عنباية وحدة هنا للزينة. هاي اللمسة الأخيرة بنات. لا تنسون الاشتراك واللايك، وسهمكم العافية. جربوها وراح تحبوها.